اشترك في القناة من فضلك. تصدق ان البحر اللي قدامك ده يعتبر واحد من اهم مناطق البترول والغاز في اوروبا؟ انا بتكلم عن بحر الشمال. البترول والغاز هنا موزعين تحت قاع البحر، والدول الرئيسية اللي عندها انتاج في المنطقة هي النرويج وبريطانيا والدنمارك وهولندا والمانيا. ومن اشهر الحقول هناك إيكوفيسك، ستاتفجورد، جولفاكس، اوسبرج، ترول وجوهان سيفردروب. لكن المثير إن بترول بحر الشمال مش نوع واحد، في خامات خفيفة ومنخفضة الكبريت زي بعض خامات إيكوفيسك وأوسبرج، وفي خامات أثقل نسبيا زي جوهان سيفردروب. وده سبب إن خامات بحر الشمال كان ليها دور مهم في تكوين سعر برنت اللي بقى من أشهر مؤشرات أسعار البترول في العالم. طب البترول اتجمع هنا ليه؟ لأن المنطقة عندها نظام بترولي متكامل، صخور مصدر وصخور خازنة وطبقات مانعة وتراكيب جيولوجية قدرت تحبس البترول والغاز لملايين السنين. والأغرب بقى، هل البراريم هنا بتكون وسط الجليد؟ لا، بحر الشمال بارد والطقس فيه قاسي جدا، لكن معظم المنطقة مش بحر جليدي أصلا، ومتوسط عمقه حوالي 90 مترا. وعشان كده هتلاقي منصات ضخمة واقفة وسط البحر بتحفر آلاف الأمتار تحت قاع البحر للوصول إلى المكمن. يعني تحت المية في تاريخ بترولي عمره ملايين السنين. ودي كانت جولة سريعة في بحر الشمال. من فضلك اعمل لايك واشترك في القناة عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر.